عليكم البنات الغزالات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، عواشر مباركه. دخلنا ان شاء الله رمضان بالصحه والسلامه. واخا غبت عليكم واحد شويه، كنت شويه مريضه. مهم اليوم غادي نصاوبوا بسطيله مالحه. تابعوا معايا الطريقه. اليوم غادي نصاوبوا بسطيله ديال الحوت بالدجاج، بسطيله بالحوت والدجاج. هاد البسطيله غادي تعجبكم، معلكه ولذيذه، غادي تعجبكم بزاف. عندي هنايا الدجاجه منقيه مزيان، عندي كاس الماء، بصله وحده مشلضه، عندي 2 معالق كبار ديال الزيت، عندي هنا معلقه صغيره سكينجبير، معلقه صغيره ديال عطريه الحوت، 2 دروس ديال الثومه، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره د الخرقوم، معلقه صغيره د البزار، وعندي معلقه كبيره ديال الحامض مصير مقطع رقيق. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو للدجاجه باش نطيبوها. عندنا في كوكوت كنضيفو الزيت، 2 معالق كبار ديال الزيت، وكنضيف بصله وحده مشلضه، وكنخليها تشحر واحد شويه، وكنزيد الدجاجه منقيه مزيان، محيده لها داك الشحمه ومرقده ملحه والحامض. صافي كنضيف التوابل كاملين اللي ذكرت لكم، وكنضيف كاس ديال الماء باش غادي تشحر لينا الدجاجه مزيان. فاش من بعد ما غادي تشحر كنزيد واحد كاس د الماء الثاني، وكنسد عليها وكنخليها طيب. دابا كنخليها تتقلى هاد الدجاجه مزيان، ضروري تقلى باش تدخل لها التوابل اللي درنا، تقلى مزيان ونرجعوا لكم. من بعد ما تقلات الدجاجه مزيان بحال هكا، كتقليها مزيان باش تدخل لها داك التوابل، وكنزيد لها كاس ديال الماء ونسد عليها باش طيب. المرحله الثانيه عندي هنايا المعدنوس والقزبر. المعدنوس يكون اكثر من القزبر، مقطع رقيق، وكنضيف عاوتاني زائد 3 البصلات. وعندي هنايا الفطر الاسود، عندي 24 غرام ديال الفطر الاسود، مخوي عليه الماء السخون حتى تيتنفخ، وكنقطعو. عندي حامضه معلقه ديال الزبده كبيره، وعندي الحامضه مصيره كامله مقطعه، درس ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت، راس معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره سكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. هادو هما التوابل اللي غادي نصاوبو. من بعد الدجاجه طابت كنحيدها، تطيب مزيان، ونحيد لها العظم والجلده ونفرتتها مزيان. وهاد المريقه اللي شاط ليا هنايا غادي نزيد عليها قشور ديال الحوت. دابا هاد قشور ديال القمرون غادي نقيه، غنحيد منه القشور، وغادي نغليه مع 2 كيسان ديال الماء، وهذاك الماء غادي نضيفه مع المرق ديال الدجاج. وغادي نزيدو على الشعريه، نزيدو على المرق ديال الدجاج، وغادي نزيد عليه الشعريه الصينيه. تابعوا معايا الطريقه اللي غادي ندير. هنا في المقله كنضيف معلقه كبيره ديال الزبده، و3 البصلات مشلضين، كنضيف 2 دروس ديال الثومه مدقوقين، وكنخلي البصله تتشحر مزيان مزيان مزيان، تشحر مزيان وتطيب. انا بغيت البصله هنايا طيب، تطيح مزيان، تشحر مزيان. ومن بعد غادي نضيف التوابل. من بعد ما تشحرت ليا البصله، عند خصني البصله غادي طيب ضروري طيب مزيان باش ما تزغزغش لينا فاش نخلطوها مع الحشوات الاخرين. خاصها تنزل مزيان تحمر. صافي كنضيف هاد التوابل كاملين على البصله اللي ذكرت لكم قبيله، ونخلط التوابل مع البصله مزيان. انا متاكده هاد الطريقه اللي درتو كما وريتكم دابا غادي تعجبكم. هاد البسطيله زوينه زوينه بزاف بزاف. ممكن ديروها بسيطيلات صغار،
صافي. وكنزيد الفطر الاسود وكنخلط هاد الفطر مع البصله مزيان، حتى هي خاصها تشحر شويه معاها. صافي من بعد ما تشحر مزيان لينا البصله غادي نضيفو المعدنوس والفطر وتنزيد المعدنوس والقزبر. صافي نحس بهم تشحر كلشي مزيان، كنزيد عصير الحامض. الحامضه كامله اللي عصرناها كنزيد عليه ونخلط هادشي مزيان ونطفي على البوطه. صافي نطفي على البوطه ونخليها تتبرد. ندوزو المرحله الاخرى. عندي هنايا من قشرت القمرون، وهنايا قشور ديال القمرون كنديرو في كاسرونه وكندير عليه 2 كيسان ديال الماء. هنا في القمرون عندي نص كيلو ديال القمرون اللي غادي تحتاجو في هذا البسطيل اللي درت، وكاس ديال 2 كيسان ديال الماء اللي غادي ندير القمرون. وهنا باش نشحر سميتو غادي ندير معلقه الزبده وشويه الملحه وشويه الابزار. وهنا الشعريه الصينيه من توجد ليا المرق ديال القمرون. غادي نوريكم المرحله الاخرى. دابا في المقله كنضيف الزبده تذوب وندير القمرون يتشحر، ونضيف ليه الملحه والابزار. وضفت حتى درس ديال الثومه، كتحكيه واحد شويه ضريس ديال الثومه. صافي وكنخلط هادشي مزيان حتى ما يبقاش لينا الماء ديال القمرون نشف، تولي لنا ما يبقاش لينا الماء ديالو ونعرفوا انها طابت. صافي وكنحيدوه. وهنا القشور ديال القمرون كنضيف 2 كيسان ديال الماء. نشعلو على البوطون ونضيف 2 كيسان ديال الماء ديال القمرون. غنخليوه يغلي غير طلع عليه الغليه. صافي كنصفيوه غير يطبخ، حسبي طبخات هذيك الطبخه الاولى. صافي كنحيدو هذاك الماء كنصفيوه ونضيفوه للمرق. صافي كنتسنى القمرون هنا حتى ينشف ليا ما يبقاش فيه الماء ويطيب ونحيدو. هذا من بعد ما نقيت الدجاج حيت ليه العظام. هنا القمرون من بعد ما طاب ونشف ليا. صافي المرحله الاخرى هي لاصوص ديال اللي شاط ليا في الدجاج. كنضيف وهنا عندي 4 الشعريه الصينيه ديال الرز، عندي هنايا 4، وعندي معلقه كبيره ديال الزبده، وهنايا عندي كاس كبير ديال اللي غلينا فيه ديال القمرون، قشور ديال القمرون. صافي كنزيدو هذاك الكاس كبير ديال القمرون في لاصوص ديال الدجاج اللي طيبنا به الدجاج. وكنضيف معلقه كبيره ديال الزبده ونخلطو هادشي. وكنضيف الشعريه الصينيه
هنا الشعريه غادي نخليوها طيب مع هذيك حتى تشرب لينا هذيك المرقه ديال الدجاج، وتشرب لينا القشور ديال المرق ديال القمرون. صافي تنبقاو نخلطوا ونضيفوا كما قلت لكم معلقه ديال الزبده، ونبقاو نخلطوا حتى تشرب لينا الشعريه الصينه، تشرب لينا هذيك المرق وتحلينا مزيان. وغادي نوريكم الطريقه كي غادي احنا هكا مره كنقلبهم باش تحلي الشعريه الصينيه، تنبقى واقفه حداها وانا كنحركها حتى تحلي الشعريه الصينيه. شتو كي كتولي حتى شربت ليا هي الشعريه الصينيه تنفخات، شربت لي كاع المرق اللي كان صافي، وكنحيدها من فوق البوطه ونقطعها طريفات شي كتكون بحال هكا ما تيبقى فيها حتى مرق صافي، وكنقطعها طريفات بحال هكا. هاو عندنا دابا وجدت كلشي، هذا البصله والفطر الاسود وهنا الدجاج والقمرون، كنوجد كلشي حدايا باش نخلط. وعندي هنايا فرماج موزاريلا وفرماج احمر محكوكين، وهنا الشعريه الصينيه من بعد ما قطعتها كنضيفها كنزيدها على البصله والفطر والحامض والتوابل اللي درنا، كنزيدها على الشعريه الصينيه وتنبدا نخلط هادشي مزيان. نخلط مزيان باش يتجانس ليا العناصر مزيان. كنزيد الدجاج من بعد ما خلطت الدجاج وكلشي كنزيد معلقه كبيره ديال الهريسه او الحار، هذه اختياريه ولكن كيجي مذاق ديالها زوين. كندير معلقه واحده وكنضيف الفرماج موزاريلا، اما الفرماج الاحمر والقمرون كنخليهم حتى الاخير، وكنخلط الحشوه مزيان. خلط مزيان الحشوه باش الحار يدخل الموزاريلا حتى هي. صافي الان من بعد ما خلطنا كلشي كنجيبو الورقه ديال البسطيله الكبيره على هذا الشكل. انا كنشد الصينيه وكنضيف ليها ندهنها بالزبده والزيت. الصينيه هي الاولى كندهنها وكنشد الورقه البسطيله الاولى وكندهنها بالزبده. ديما الجهه الحرشه هي اللي كتكون الفوق والجهه الرطبه اللي كتكون تحت الورقه. صافي وكنضيف الورقه الثانيه ونضيف الورقه الثالثه وانا كندهن بالزبده، والورقه الرابعه كنضيفها للوسط وندهنها بالزبده. دائما الورقه ديما كتدهن بالزبده والزيت. ممكن ديروا دهنوها بالزبده والزيت، تزيدوا عليها التحمير الا بغيتوا اللون يولي احمر ممكن ديروه. صافي وكنجيب الحشوه كنقادها كنستفها مزيان على التفصيل على الورقه كامله الدايره كنقادها. خاصك ديما تقادي الحشوه باش يجيك كلشي مقاد. صافي تنقاد الجوانب ونقاد كلشي.
وكندير من الفوق فرماج موزاريلا من الفوق. وكنضيف القمرون حتى الاخر، كنستفو هكا من الفوق، كندورو كامل باش يجينا مقاد. من بعد من استفت القمرون كنضيف الفرماج الاحمر من الفوق. صافي تنبدا نجمع في الورقه ديال البسطيله، وانا كندهن بالزبده، كنجمعو كاع الجوانب ديالها. انا كنجمع وانا كندهن في الورقه. وهذوك الجوانب اللي كيتحلوا ليا غادي ندهنهم بالبيض، باش نشدهم بالبيض. كنشد كنطرب البيضه وكنشدها بحال هكا باش يتشدوا ليا ما يتحلوش. صافي كنجيب عاوتاني الورقه ديال البسطيله باش غادي نلمط نجمع بها البسطيله. كنشد الورقه وكندهنها بالزبده. الورقه اللي حرشه كنضيفها تحت واللي رطبه كنديرها الفوق، وندير الورقه الثانيه. وانا كنقاد دائما فيما كديروا الفينيسيون في الاخر كتتكدوا دائما الورقه. صافي وكندهنها بالزبده. نضيف الورقه الثالثه، وانا كنقاد دائما فيما كتكادو في الاخير كتكادو باش يبقى داكشي مقاد. صافي كنسالي كندهنها. كنبدا نلمط في البسطيله ديالنا، كندخل بحال هذاك الشيء وانا كنقاد كنلمط بحال هكا. كنلمط وانا كنقاد فيه من الجناب، وكنقاد كاع البلايص اللي كنشوفهم ما هماش كنقادهم. صافي كنزيد الورقه الاخيره، غادي نديرها من الفوق. كندهن البيض من الجوانب باش تشد ليا الورقه ديال البسطيله، كندهنها بالبيض. صافي وكندير الورقه البسطيله وانا كنثبتها مزيان باش غادي ندير لها الزبده. دابا غادي ندير لها البيض باش تشد لي الجناب من تحت. دابا غادي نضيف الزبده من الفوق، وانا غادي نضيف وانا كنضيف الزبده وانا كنقاد في البسطيله
نقاد لها الجناب باش ما يبقاش هذاك الجناب ديالها محلول، كنخشيه صافي تنبقى نلمط حتى تنصاوب الورقه بحال هكا. صافي من بعد ما قاديت هكا كنقادها مزيان بالزبده، صافي هي وجدات لينا دابا البسطيله. انا كنقاد في الجناب باش نثبت هذاك الجنب باش ما يتحلش. صافي هي دابا من وجدات لينا كنشد كوردون و تنبقى نثقب في الورقه ديال البسطيله باش من ندخلها الفران ما تطرطقش لينا او ما تحللناش الورقه. صافي كنثقبها بحال هكا ونوجدو باش نزوقو بها الورقه ديال البسطيله. كنشد الورقه ديال البسطيله كندورها بحال هكا وصافي، وكندهن هذاك الاوراق ديال البسطيله كندهنهم بالزبده وكنديرها من الفوق من الجناب باش تزوق اللي بغيتو ديرو. انا كنت غنزوقها هكا هذيك شاطت ليا ورقه ديال البسطيله وقلت نزوق بها بحال هكا من الجناب، ندير فيها بحال هكا. صافي وكنشعل انا الفران على 180 درجه كطيبوها من تحت وكتخل ما تحمر من تحت عاد تشعلوا الفوق. الا كان عندكم الغاز كتشعلوا الفران حتى يسخن مزيان تشعلوا غير تحت تحمر عاد حمروه من الفوق وصافي. وكان من بعد ما تتحمر كندير فيها الفرماج وتنقدمها هكا بالصحه والراحه وشكرا لكم.